السلام عليكم. تحية طيبة، أهلا وسهلا متتبعات ومتتبعي قناة إشارات. إشارتنا لهذا اليوم غادي نرجعوا لبوق الكبرانات حافظ الدراجي. مرة أخرى حافظ الدراجي موضع لا يليق أبدا بإعلامي يعتبر نفسه من الإعلاميين الكبار، لا يليق أبدا بصاحب صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي عددها كبير وضخم جدا. فالمعلومة اللي يمكن غينقلها الدراجي لهاد الناس هذه معلومة في غاية البلادة وغاية الغباء. لنتابع. أهلا من جديد. الدراجي بوق الكبرانات ما بغاش يحشم مرة أخرى. تيوضع واحد الخريطة اللي تدعي أنها تعود لسنة 1805، أي قبل احتلال الفرنسيين للجزائر على حسب الادعاء ديالو هو، مع العلم أنه لا وجود للجزائر في هذه السنة، بل هي منطقة في شمال الجزائر الآن يحكمها العثمانيون، والمغرب كان عبارة عن مملكة وإمبراطورية ممتدة. إذن الدراجي اللي استعمل هاد الخريطة اللي تدعي أنها كتعود لسنة 1805، الشكل ديالها أولا شكل مضحك، لأنها ربما صنعت بالأمس أو أول أمس، تلقفها البليد الغبي ووضعها وادعى أنها كتعود لمنشورات الأمم المتحدة، وهي خريطة لشمال إفريقيا سنة 1805. ربما هناك الكثير ممن يقول أن هذا من الغباء ومن البلادة. إذا ناقشنا الموضوع من وجهة أخرى، فأنا لا أعتقد أن بوق الكبرانات بهذا الغباء وبهذه البلادة حتى يدعي ما ادعاه. غير هو في الأصل الغباء فين كاين؟ الغباء هو أنه ما يراجعش بعض المعلومات التاريخية البسيطة باش يصحح الخريطة. هنا فين تيتجلى الغباء. أما نشر الخريطة فربما يكون بإعاز من الكبرانات، لأنهم يريدون أن يحولوا اتجاه الحديث عن الصحراء الشرقية المغربية إلى حديث عن وضع آخر يريد الكبرانات أن يضعوه في أذهان الجزائريين. هذا هو الواقع. غير هو التصرف ديال الكبرانات وديال البوق ديالهم هو اللي كان بغباء كبير، وكان بلدة لا توصف. أخطاء إملائية وألوان لا تعود لسنة 1805. إن باش توضع خريطة بالألوان اللي نشرها حافظ الدراجي وتقول بأنها كتعود ل 1805، فهذا أمر في غاية الغرابة وغاية من كما تنقولوا من المبكيات. ولكن بالنسبة لنا حنايا في الوقت اللي كيقدموا المؤرخين المغاربة والدارسين والباحثين المغاربة أوراق اعتماد ديالهم في هذا الموضوع بخرائط توجد على أرض الواقع، عبارة عن وثائق تاريخية في مختلف المتاحف وخصوصا الفرنسية، فالغباء ديال الكبرانات وديال الأزلام ديالهم والأبواق ديالهم توصل بهم لهذا المستوى المنحط. فالمغاربة تقدموا وثائق تاريخية، وثائق موجودة على أرض الواقع تشهد لها الأحداث التاريخية ويشهد لها جميع المؤرخين في العالم. الجزائر ما تقوم به هو عبارة عن قلب للحقائق وسياسة الهروب إلى الأمام، وهذا
ربما ينطلي على بعض الجزائريين اللي وضعوا أنفسهم كالنعام في التراب ويتبعون الكبرانات في كل ما يقولون لهم. هنا يكمن المشكل، وهنا تكمن الخطورة. حفيظ الدراجي مهرج من درجات امتياز، لأن باش يقبل الدراجي على نفسه أن يضع نفسه في هذا الموضع، فهنا قمة الغباء وقمة البلادة. كيف لإعلامي متميز، لإعلامي كبير يطل على العالم العربي من خلال شاشة دولية، أن يضع نفسه في هذا الموضع؟ هنا مكمن الخلل ومكمن الغرابة، لأن اللي تيقبل على نفسه أنه يوضع ربما مقابل بعض الدراهم، مقابل بعض الوطنية الزائفة التي لا تمت لكرامة الإنسان بصلة. الإنسان من يضع الكرامة ديالو على المحك في هذا الموقف هذا، فلا أدري هل حفيظ الدراجي يعي الموقف الذي يقفه، أم أنه مجرد آلة متحكم فيها. لأن كنرجعوا دائما الوضع ديالو كإعلامي. فمن أبسط ومن أباجديات الصحافة هو التحقق من المعلومة. فحفيظ الدراجي حين يتسلم خريطة من هذا النوع، فإن ربما أنا أعرف أن حفيظ الدراجي يجيد الفرنسية، فالكتابة اللي مكتوبة بها الجيري بالفرنسية غير صحيحة. إسبانيا أو إسبانيول كما كتبها الدراجي أو من كتبوها له في سنة 1805 لم تكن إسبانيا تحتل، أو سباليون إسبانيول لم تكن تحتل الجزء الجنوبي من المغرب. أكادير التي ضمها إلى الجزائر، ربما كان حفيظ الدراجي أحد الناس اللي تم الاستقبال ديالو في هذه المدينة من طرف زملاء صحفيين، وأكرموه وأحسنوا نزوله في هذه المدينة، وكانت الضيافة على الشكل المغربي الذي يليق بضيوف المغرب. وربما أنه دخل هذه المدينة بواسطة جواز سفره الجزائري ومختوم عليه ختم المملكة المغربية. هؤلاء الإعلاميون الذين استقبلوه هم الذين شكك في كونهم صحفيين، وقال بأنهم جواسيس عندما احتجزتهم الجزائر في المطار أثناء تغطية ألعاب البحر الأبيض المتوسط. باش تشوفوا قمة الكراهية التي صار يحملها هذا الشخص من خلال آلة التحكم التي يحكمه بها الكبرانات. إذن حفيظ الدراجي واش هو غبي، واش هو بليد، واش هو متحكم فيه؟ ربما تجتمع هذه الأوصاف كلها في هذا الشخص. زد على ذلك أنه كاره لكل ما هو مغربي، حقود، لا يعلم ولا يفقه شيئا. هذا هو مجمل القول في قضية الخريطة التي نشرها الرويبضة حفيظ الدراجي. وللإشارة، لا أدري كيف أن القناة الإعلامية الرياضية الكبيرة تصبر على هذا المدعي ولا زال يمارس مهمه بهذه القناة. لا أدري كيف لا زالت هذه القناة العالمية تشغله وهو بهذه البلدة وهذا الغباء. حفيظ الدراجي، المغرب ممتد من شماله بطنجة إلى
جنوبه بالقويرة، ولنا موعد مع المطالبة بالحدود التاريخية للمملكة المغربية، والصحراء الشرقية هي كذلك مغربية. وانتبهوا، فتونس كذلك سيتحرك شعبها للمطالبة بأراضيه. وأموركم الداخلية مع القبائل راقبوها جيدا، لأن الجزائر إذا كانت قارة بهذا الحجم، ربما في قادم الأيام إذا استمر الغباء بهذا المنطق ستتقلص إلى ما كان يحكمه الداي غسال الموتى. إلى الملتقى إن شاء الله.